الله جعل لكم مما خلق ظلالا. طب معنى كلمة خلق لكم ظلالا يعني معناها عشان تستظلوا به. طب ونستظل بها ليه؟ لازم عشان حر بقى. طب على الأول وجعل لكم سرابيل تقيكم الايه؟ الحر ما أبش والبرد. هم يقول لك لا سرابيل تقيكم الحر والايه؟ بيكمل يعني. نقول له لا خليك ذكي. ايه الحر وايه البرد؟ طب ربنا ما دام عايز يقينا بالظلال الحر بيخلق الحر ليه؟ قال لك لا الحر له مهمة تخدمك. حرارة الشمس لما تيجي بتخدم في الكون، تدي الأشعة وتدي مش عارف ايه وتدي ايه وتدي ايه، انما هي تضايقك صحيح. يقوم هو خلاها تؤدي مهمتها في الخير لك وحماك بالظل من شره. وحماك بالظل من ايه؟ من شرها. قام قال طب ما هي برضه بتحميني من البرد. قال لك اهو بقى، اهو ده الكلام الجديد بقى. ايه هو؟ قال لك اياك ان تظن انك حين تستدفئ ببطانيه صوف وتكتر الغطا بالحفا ومش عارف ايه ان دي بتجيب لك الدفء. لا، الدفء من ذاتك، بدليل انك تقبل على الفراش، اول ما تقبل تحط ايدك عليه تلاقيه ايه؟ سائع. طب حط ايدك عليه ساعه ما تصحى الصبح تلاقيه دافئ. يبقى انت اللي دفيت الفراش، لان حرارتك ذاتيه. الحراره الذاتيه بتاعتك كل ما يصنعه الغطا انه ما يخليش حرارتك الذاتيه تشع بره. الله. يبقى اذن الدفء من مين؟ من ذاتك. ولذلك لما جم يعملوا مقاييس وجدوا ان الانسان يشع حراره في 24 ساعه، هذه الحراره التي تشع منه تخلي 17 لتر ميه يغلي. 17 لتر لدرجه الغليان. الحراره اللي بتشع من الانسان في 24 ساعه اللي هي اللي احنا بنسميها 7 وايه؟ 37 اللي هي الحراره المستوى. ومن العجيب من دي من عجائب الخلق ان الحراره في الصيف القاذ وفي الشتاء البرد القوي هي 37، مما يدل على ان لك ذاتيه بعيده عن الجو خالص. ومن الاعجب من هذا انك تجد الجسم مع انه جسم واحد فيه اجهزه حرارتها ما تزيدش عن 9 و7، يعني الودن والانف والعينين دي. لو العينين دي الحراره بتاعتها 39 الحبه الطاق يقوم ما يروحش لها من الشرايين الا لما يعطي بس حراره بسيطه عشان تبقى قريره العين، فيها بروده مش سخونه. وفيه كبد حرارته ما تقلش عن 40. الله. يبقى انت عندك في الحراره العامه كام؟ وفي حراره 7 وفي حراره 9 وفي حراره 40.